اخطر حاجه انك تبقى شبه غيرك وانت مش واخد بالك. خليني اقول لك اخطر 5 اخطاء في البوزيشننج بتاع البراند بتاعك. اول غلطه انك تقول انا بخدم الكل مش عميل. حدد اكتر تبيع اكتر. تاني غلطه ان اليونيك سيلينج بوينت بتاعتك تبقى ان انت ارخص سعر، لان كده هيجي ارخص منك، وده سباق نهايته خساره. تالت غلطه انك تعتمد على كلمات زي انا الاكثر احترافيه، انا الجوده بتاعتي احسن، انا الاسرع، انا الافضل، انا القادر، انا المطرقع، انا متغير مطرشم. الكلمات دي فقدت معناها، وهتخليك لو شلت اسمك وحطيت اسم اي منافس ليك هتلاقي الكلام هو انت كده مش مميز. رابع غلطه بقى انك تغير البوزيشننج بتاعك كل شويه، مره انا الافخم، مره انا الاحسن، مره انا اللي معايا ضمان، مره انا الاعلى جوده. العميل هيتوه منك. اخر غلطه بقى انك تركز على اللي انت عايز تبقاه مش اللي السوق محتاجه. ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. البوزيشننج مش رغبه شخصيه، دي فجوه في السوق انت لازم تملاها بذكاء. التميز مش انك تبقى افضل شويه، التميز انك تبقى مختلف بوضوح. لو العميل محتاج يفكر كتير عشان يعرف انت مين في وسط المنافسين بتوعك، يبقى انت كده ما اخترتش البوزيشننج بتاعك صح.